شوفوا يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه. طول عمري كمواطن زملكاوي اعرف ان النادي الاهلي بيعرف كيف ينتصر، وبشوفه كتير وهو بينتصر، وبتألم كتير منه وهو بينتصر. بس يبدو، وده انا اكتشفته في الايام اللي فاتت، ان الاهلي ما بيعرفش ينهزم. باد لوزر. على فكرة دي مش شتيمة يعني، ده صفة وحشة. الاهلي باد لوزر، ما بيعرفش ازاي ينهزم. احنا متبهدلين. انا بقول لكم اهو والايام بينا، انا بقول لكم اهو والايام بينا. نادي الزمالك بينتهي، نادي الزمالك بينتهي. انا بقول لكم اهو الايام بينا، يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن. لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية، ناس نازله كلها عايزه يعني تعمل حاجه، تقدم حاجه، في قياده، في نادي، في استقرار، في فلوس، في مرتبات، في اعلانات، في دعم. احنا عندنا ايه؟ يقول لك روح الفانيلا الحمراء. حمراء؟ واحنا هنفضل كده يا جماعه عايزين نتغير بقى، حاجه تحصل مختلفه في البلد، يبقى فيها شويه ديمقراطيه، الزمالك ياخد الدوري، اي حاجه تحصل مختلفه، المرور يقل، التعليم يتحسن، نشرب الميه من الحنفيه. الفرقه اللي ترفض ان احنا نفضل فرحانين يومين، ان هي ترفض ان احنا نقعد شويه سعداء، الفرقه اللي بترفض النعمه، الفرقه اللي دايما فصولها صعبه. اتحدث عن نادي الزمالك، وكأن مصر ما فيهاش غير عمرو اديب. هو كاس بيلف، يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه. ميسي يتضايق حبه، رونالدو يبقى بعافيه، صلاح يبقى متضايق كده يعني. انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت. وكل الناس بعتالي يا عم قاعد تتكلم على الاهلي مع بيومي فؤاد، قاعد والله ما شمتان. انا قلت ان قلبي يقطر دما، فطبعا قاعد عينيا دلوقتي بتقطر دما، ووداني بتقطر دما، وشعري بيقطر دما، والجرافطه الجديده بتقطر دما. بعدين انتوا مش واخدين بالكم من حاجه كمان مهمه، دي اخر حاجه هتكلم فيها في الموضوع ده يعني، عشان بس ما حدش يعني وهتسمعوا عن الموضوع ده كتير الليله دي. طبعا اللي بيجرى ايه؟ انه انتوا مش واخدين بالكم، بتطلع اجيال، فالولد من دول طفل مثلا، انا في طفل اعرفه مثلا، اعرفه كويس يعني، الطفل ده طلع لقى الاهلي قاعد بيكسب فقرر يبقى اهلاوي. يعني ما هو الطفل يعني على الابطال، يعني ايه اللي هيخليه يروح يشجع الزمالك؟ فاللي بيحصل تناقص في الاجيال بتاعت نادي الزمالك، لانه كل ما يعني انا مثلا انا بقيت زملكاوي ليه؟ لاني طلعت كان بقى في ايه؟ حسن شحاته وفاروق جعفر. لا، شفت فاروق جعفر لما راح رازع الكرة في مروان والاستاد راح واقع، وفاروق جعفر كان عنده 16 سنة. يا سادة أنا قاعد آمن في مكتبي، دخل عليا مجدي عبد الغني، عمورة. طب إيه اللوز ده؟ أنت عضو اتحاد كورة، في إيه؟ عمورة. طب أنا ناقص؟
جبت جون في كاس العالم وخلصنا كمان. عم في ايه؟ ما هو ايه يا كابتن؟ قال لك ده لسه كمان كنا مغلوبين 3-0. قلت له لسه كمان ايه؟ قال لي لا انت هتشوف. والضحكه الشيطانيه ايه؟ وانا تعمل فيا كده ليه؟ انا انسان يعني محب للحياه، انسان يعني في اخر حياتي معدي ال50، مركب دعامه، خلاص يعني مش ناقص كمان مجدي عبد الغني يبقى بيشتغل معايا في نفس المحطه ويخش عليا يقتحم. ده تحرش. كل سنه وانتم طيبين لجمهور الاهلي والنادي الاهلي. اما احنا فلينا الصبر والسلوان. انا بقول لكم اهو والايام بينا، انا بقول لكم اهو والايام بينا. نادي الزمالك بينتهي، نادي الزمالك بينتهي. انا بقول لكم اهو الايام بينا. احنا اتغلبنا عشان سيئين، وكل الناس اللي بتقول لك الزمالك في الشوط الثاني حاجه تانية، حاجه تانية ايه؟ هو خلاص الخواجه قال له قفل ورا يا ابني، وان شاء الله ربنا كريم، واي واحده معديه قدام ابقى جيب جول. كتير وتقيل وبايخ ورزل وغير سعيد. مفيش فايده، مفيش فايده. يعني يا جماعه انا كتبت لهم قلت لهم ده ريال مدريد وبرشلونه بيتغلبوا، هو في ايه؟ هو في ايه؟ فاهم؟ بيكسبوا في كل حاجه. بكل روح رياضيه وبكل محبه بتقدم بالمباركه والسعاده للنادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي ادهشنا جميعا، وخاصه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي نفسه اندهش، وحاجه غير طبيعيه. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده، يعني طبعا في مجهود وتعب واداء وتركيز وجديه شديده. قال لك احنا يعني ما اديناش الاهلي حجمه من الاهتمام، يعني برضو كان لازم نهتم باكتر من كده. لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمره واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. جمهور النادي الاهلي شاطر جدا في نحت العبارات التاريخيه. يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه؟ روح الفانيلا الحمراء. فتحس كده ان انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء. خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده، الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش لا لا لا، هي القضيه ممكن بتاعت قفشه. خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. نحتوا لنا حته حلوه ملفوفه لفه هديه. قال لك ايه يا باشا؟ قلت له نعم يا فندم، اي خدمه. الاهلي بمن حضر. ايه الاهلي بمن حضر؟ خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه. في لعيبه النهارده في الاهلي انا ما اعرفهاش، والله ما اعرف اساميهم، يعني ما يعني ناس ما، انما من غير القوه الضاربه في الاهلي. فالاهلي بمن حضر يا ساده. نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك،
أنت الآن تشهد المد الكروي المصري، الغضب المصري آت. الأهلي والمنتخب حاجة تشرف وحاجة عظيمة، عندك لعيبة من العيار الثقيل، والأهم الروح، الروح، الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا، ونستنى شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف والحاجات دي كلها اللي بعد كده ان شاء الله في هذه البطولة. ولكن فعلا روح الفانيلا الحمراء، القضية ممكن، الأهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمه اللي موجوده في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. وتلقى كده ناس قيمه من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي، روح كاتب لك كده تراك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر، وناس كلها تبعت لي مسجات، اغلبهم طبعا بيبقوا اهلاويه، لانه اغلب الممثلين اهلاويه بالمناسبه، ليه ما اعرفش، انما اغلب الممثلين اهلاويه. المهم اغلبهم بعت لي مسجات، يا عمرو نعم الاهلي بمن حضر. حضر فين يعني؟ ما احنا عادي، هنعمل ايه غير كده؟ انه الاهلي بمن حضر، والدقيقه 90 وروح الفانيلا الحمراء والقضيه ممكن تخلينا كلنا نتشائم، يعني كلنا نشعر بالتشاؤم في بدايه الموسم، انه الرباعيه يا اهلي والخماسيه يا اهلي والسداسيه يا اهلي، كل الحاجات دي تحسسك ان احتمال كبير الاهلي السنه دي مع نهضة الزمالك لا يحقق نفس الاشياء. بس انا حزين، بس انا برضه حزين، انما هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، انه في بداية الموسم كده ايه الكعبلة، يتكعبل الاهلي. وهو انتوا عارفين الاهلي فيه ميزة عظيمة، الاهلي لما يطير بيطير، ولما بيتكعبل يفضل يتكعبل، ما تفهمش ايه الحكاية. هو كاس بيلف، يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه، انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت، او جزء من الوقت، او ربع من الوقت، انما على طول ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك، لا ما لا مفيش. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. او 3 او 4 او 5، كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات، حاجات كده. طيب مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي مستحملش الكلام ده كله. انما طب اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما بتبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، لان انضاي باي باي نزل، كل ده لا يساوي شيء. كل هذا الزحام لا احد، دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه، وعقود بتتسرب، ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه، ومين بيسهر فين، ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. لو انت مثلا من مثلا ناس بتشجع ريال مدريد، او ناس بتشجع برشلونه، الناس اللي بتشجع مانشستر يونايتد، الناس بتشجع تشيلسي، هو كاس بيلف، يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه. ميسي يتضايق حبه، رونالدو يبقى بعافيه، صلاح يبقى متضايق كده يعني. انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض
انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت او جزء من الوقت او ربع من الوقت، انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك لا ما لا مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم المنطق في الموضوع ايه؟ اوعى تتكلم. النهارده بقى يطلعوا يقولوا لك الثالثه يا اهلي والرابعه يا اهلي والخمسه، تحس ان احنا في مدرسه ابتدائي. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد. بقوا ثلاثه، بقوا اربعه، بقوا خمسه، كفايه يا اخي، ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. طيب مش قادر اطلع فاصل. ما عندكمش مذيع غيري؟ يعني انا حظي ان انا اللي ابقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا ابقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا ابقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري. شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده كله. انما طب اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما بتبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيه اللعيبه عاديه واقل من عاديه. ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، لان انضاي باي باي نزل، كل ده لا يساوي شيء. كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصله مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين، ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. كل اللعيبه اللي فيها كمان نفسيا حالتهم صعبه جدا. هو مش عارف انا بعمل ايه، مش فاهم فيه ايه. ازاي ازاي الكرة عندنا مستواها بقى عامل كده؟ ازاي الكرة عندنا الاداء اللي شفناه امبارح والاداء اللي شفناه النهارده؟ سيبك من الاهلي يا عم، اهو الاهلي عنده حاجة يتكلم فيها، انما احنا نتكلم في ايه؟ ده احنا كنا من غير مجلس ادارة وخدنا دوري وكاس. دلوقتي انت خلاص يعني لا وجود لك. حالة من حالات الاستسلام، وانت لا عارف لا تضغط من قدام ولا تضغط من ورا. ده الشباب بتهاجم كان وراك بقى قدامك، كان وراك بقى قدامك، سبقك، انت مش قادر توصل له. هل ده ممكن؟ هل ده يرضي حد؟ طب احنا وصلنا للمستوى ده ليه؟ احنا عاملين كده ليه؟ طبعا هيبقى في مليون شماعة، اصل اتحاد الكورة، اصل الاهلي، اصل السحر، اصل الشعوذة، اصل اللعيبة، اصل في مؤامرة، اصل لا اصل الحكاية فعلا ان الفريق سيء جدا، وباين السوق بتاعه بقاله مدة طويلة جدا سيء ثم سيء ثم سيء. هذا الرجل عنده احساس انه ادينا بنشتغل وخلاص، ويعني بيقبض بالدولار وحياته لطيفة وجميلة وقال لك الارهاق يجيب لك مين تلعب انت مش عارف تنقل كوره، مفيش حلول، مفيش خطه، مفيش اي حاجه، واللعيبه جون يروح واخد الكوره ورايح ويقعد يلعب بتاع. جون تاني يروح واخد الكوره ويلعب وينقل كده مش عارف ايه، الماتش خلص باي باي مع السلامه. الجمهور قاعد بيشجع من اول الماتش لاخره. طب يا جماعه اللي بيجرى ده في الملعب ما لكمش علاقه بيه. يعني اللي يسمع التشجيع يقول دي فرقه كسبانه 4، صوالات وجولات عن الزمالك وعظمه الزمالك. فين الفانيلا البيضه بتاعتنا؟ ده انت منزل اللعيبه لا انتماء ولا احساس. طب الماتش خلص، في ذكر في النادي فتح بقه ولا الهوا؟ ما كانش فيه احساس. اللعيبه بتلعب ودماغها مش موجوده، اللعيبه مش قابضه، اللعيبه شايفه الكباري اللي بتتعمل.
الكباري اللي بتتعمل، اللعيبه اللي بتروح من ورا لقدام عشان تروح فرق تانية، وحد يقبض سمسره ويقبض عموله. كل لعيب دماغته فيها حاجه تانية. لعيب محترم زي زيزو ده انا لو منه اقعد افكر طب انا قاعد ليه؟ انا قاعد عشان مين؟ انا عايز العب في فرقه مقامي، انا عايز العب في فرقه. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن، لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية. اما كنت بلجنه، انت واخد دوري وكاس وانت بلجنه، فالفرقه ديت